بإحسان إلى يوم الدين، آمين آمين. بادئا ببدء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء في غزة وفي فلسطين، وأن يرفع الهم والغم عن شعبنا الفلسطيني وعن أهل غزة، وأن يكون معهم وينصرهم على عدوهم، لأن هذه المعركة هي معركة طويلة مع العدو، معركة تمتد أكثر من 100 عام. فالثبات على هذه المعركة والثبات والرباط يحتاج إلى وجود وتواجد في هذه الأرض، ولا يكون التواجد إلا الزواج. الزواج شرعه الله سبحانه وتعالى، لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نعم، إن الزواج نعمة عظيمة شرعها الله سبحانه وتعالى، فللزواج تتحقق رسالة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض بالاستخدام والاستعمار وإيجاد النسل الطيب. ابن عمك أنا ماليش خلق لواء هذه الأمة. أنت صاحب الحظ الذهبي. فلا يكون ذلك إلا من ظلة شرعية من خلال الزواج. لذلك لا غرابة لأن الشريعة الإسلامية اهتمت اهتماما كبيرا بالأسرة، على اعتبار أن الأسرة هي أساس المجتمع، فبصلاحها يصلح المجتمع. ووجه الشرع الحكيم إلى الزوجين كل منهما كيفية اتباع الآخر، وخاطب أهل المخطوبة قائلا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريضا. وخاطب خاطب قائلا: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، أخبر بذلك في كلمة الله. وعلى هذا التشريع الرباني الشريف اجتمعت هذه الوجوه الطيبة في هذا الديوان العام أجل الإشراف والعقوبة الرحيم عسام على ابنة السيد سارة موسى بركة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في الخير.